تعالى وبركاته. رجعت وجبت لكم الملخص ديال أهم الأحداث اللي غادي يوقعوا في المسلسل ويبقى الأمل اللي تيتعرض على القناة الثانية دوزيام. المهم الحدث الأول هو أن عفاف تتمشي تدير راسها كلون وتتجي الحفل ديال غوصون اللي تدير لها لينا في الدار. تتجي وتتفاجئها تتكون غصون مسكينة طالع ليها الدم وبقى فيها الحال حيت عفاف ما جاتش، ولكن غصون وعفاف تتفاجئ غصون وتتجي لابسة اللباس ديال الكلون وتتفاجئها وتتجي عندها وتتفرح معاها هي والأصدقاء ديالها في الحفل. المهم غصون فاش كتشوفها تتمشي تتجمع هذا حوايجها وكتقول لها بغيت نمشي معاك للدار. عفاف تتقول لها لا ما يمكنش تمشي معايا، بقاي هنايا حتى نديرو شي خطة باش نخرجك من هاد الدار وتمشي معايا. تتسالي هي وياها الهضرة تينزلو عند الأصدقاء ديالهم. فاش تتكون عفاف غادية بحالها تتشوف لينا تتشوف داك البراسلي اللي قدات هي وغصون تتشوفها في يديها وتتعيط لها عفاف. فاش تعيط لها عفاف تدور فيها تتعرفها بلا هي. المهم لينا كيف العادة دارت شوها ودارت الحالة قدام الدراري الصغار كاع خلعات بنتها وبقات تتغوت على عفاف وتتقولها خرجي عليا بحالك. المهم دخلت سيليا في الاخر قالت ليها ما تخافيش وصافي. قالت ليها راه كتخلعي الوليدات، قالت لها راه تتخلعي الوليدات الصغار، وقالت لها عفاف سيري في حالك. نشوفوا حدث آخر هو أن سيليا فاش تخرج عفاف تتقولها صافي سيري في حالك، تتقولها غدا إلا بغيتي تشوفي غصون غدا جيلي للمزرعة راه غادي نجيبها لك تشوفيها. المهم عفاف تتفرح بزاف وتتقول لها واخا. عفاف تتفيق بكري تتمشي للمزرعة تتلقى بالفعل تتلقى سيليا جابت لها غصون. جات هي ويا المزرعة تيفرحوا بزاف ببعضياتهم تيبقاو مع بعضياتهم. سيليا كتقول لها انا غادي نمشي للقهوة نخدم شوية وانتم خليكم مع بعضياتكم. المهم هما تيبقاو بجوج وسيليا تتمشي وتتخليهم وهما تيبقاو فرحانين وعجبهم الحال بزاف. الحدث الآخر هو أن ميرهان تتبقى تتعيا وهي مخبية السر على ولدها وأنها هي اللي قتلت ماما سيليا. تتمشي عنده للخدمة تقول أنا عندي واحد السر خطير بغيت نقوله ليك وراه هو على حساب وعلاش وراه بغيت نعطي الأسهم لسيليا. وراه أنا هي اللي ديت لماما سيليا ديك النهار خرجتها من دار العجزة وديتها لداك المبنى اللي انتحر منه الأب ديال سيليا، وأنا السبب في الموت ديالها. المهم في كبيرو تتجلس تتصنت ليهم تتصنت المرهان شنو تتقول هي وفراس وتتبقى تتفكر أن هي وهدى هي اللي شافت الجريمة الحقيقية وشنو وقع. تتفكر أن هي هاديك الساعة فاش مشات سيليا تتجري فاش دورات لها ميرهان وقالت لها سري قلبي على ماماك مشات تجري البلاصة اللي انتحر فيها الوالد ديالها. تتلقى أن سيليا شافت ماماها في هذيك البلاصة وتسامحت معاها وخلاتها بالعاني خلاتها تما وخلاتها بالعاني باش تطيح باش تسبيها في مدام ميرهان وتقول لها انتي اللي قتلتي لي يا ماما. عارفة هدى صورت كل شيء وعندها الفيديو واضح وفيه أن سيليا هي اللي خلت ماماها في هذاك المبنى وهي اللي مدتهاش معاها وهي اللي خلتها تموت. فراس كيغوت على ماما بزاف وتيخاصم عليها تيقولها انتي ديما كديري لنا المشاكل وانتي سبب المشاكل وانتي سبب هاد العائله فيها المشاكل وعلاش ديري هكا واش من حق اللي خلاك تمشي تخلي السيده في هذاك المبنى. وبقى كيغوت عليها صافي. هادو هما اهم الاحداث اللي غادي يوقعوا في السيمانه الجايه ان شاء الله، هاد السيمانه ان شاء الله. المهم بالنسبة للناس اللي كيبغيو الأحداث كاملة وتيبغيو الحلقات كاملة أنا ديما كنخليكم واحد الرابط في التعليق دخلوا ليه وتفرجوا في الحلقات اللي بغيتو كاملين. غالبا تيكونوا خمسة حتى 6 الحلقات مجموعين في حلقة واحدة غتلقاو فيهم كاع الحلقات اللي فاتوكم. وشكرا.